السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم في مطبخ ماري. اليوم بإذن الله راح نشارك معكم وصفة تقليدية واقتصادية كروكون بمقادير مضبوطة وطريقة سهلة وبسيطة، والأهم من هذا بنينة وناجحة 100%. كروكون خفيف ومقرمش. خليكم مع المقادير وكيفية التحضير ومشاهدة ممتعة للجميع. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله بالمقادير. عندي 6 حبات بيض وبياض بيضة بدرجة حرارة المطبخ، كأسين سكر عادي، سعة الكأس المستعمل 220 ملل، كأسين زيت نفس الكأس المستعمل، سعة الكأس 220 ملل، ملعقة كبيرة مبشور الليمون وملعقة كبيرة فانيلا، 3 أكياس خميرة كيميائية ما يعادل 30 جرام. نمر لطريقة التحضير. في إناء نضع 6 حبات بيض بياض بيضة بدرجة حرارة المطبخ، كأسين سكر عادي، سعة الكأس المستعمل 220 ملل. المقادير اللي استعملتها اليوم تمدلي كمية كبيرة، بالنسبة للناس اللي تحب كمية أقل تستخدم نصف المقادير. نضرب المكونات جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط ويتغير لونه يميل للبياض. كما راكم تشوفوا الخليط تضاعف حجمه وتغير لونه. نوقفوا الخلاط الكهربائي ونضيفه كأسين زيت نباتي ونخلط مليح باش يندمج الزيت مع البيض. بعد ما اندمج الزيت مع البيض نتوقف ونضيف ملعقة كبيرة فانيلا وملعقة كبيرة مبشور الليمون ونخلط. وفي الأخير ما بقى لي غير نضيف الفرينة والخميرة الكيميائية. نضع في صفاية كأس فرينة مع 3 أكياس خميرة كيميائية. الفرينة ضروري تغربلوها. أنا غربلت الفرينة وحطيتها جانبا وبقيت نضيف تدريجيا واستعملت يدي باه نلم العجينة ضروري ما تكونش يابسة باه الكروكون ما يجيناش ناشف وما يتشققش معانا. العجينة تكون ذات قوام طري ونوعا ما تتلصق في اليدين. كمية الفرينة اللي استعملتها هي 10 كؤوس، وهذه الكمية تتغير على حساب نوع الفرينة. كاين فرينة اللي تشرب وكاين فرينة اللي ما تشربش. وبعد ما كملت لميت العجينة نقسمها لست أقسام ونشكلها على شكل حرابش طوال ونحطهم في صينية اللي كنت دهنتها بالزيت. تقدروا تستعملوا ورق الطهي، وكل صينية حطيت فيها 3 حرابش. نكمل باقي العجينة بنفس الطريقة. نعدل الحربوش بيدي ونملس الوجه والأطراف بالكوبات كما هو موضح في الفيديو. بعد ما كملت تشكيل الحلوى ندهن الوجه بصفار بيضة مع ملعقة كبيرة خل ونصف ملعقة صغيرة كاكاو بني. كما قادرين تستعملوا قهوة فورية أو نسكافيه حسب ذوقكم وش متوفر عندكم. ونخلط مليح بما يبقاولناش حبيبات الكاكاو. باستعمال بانسو ندهن الوجه والأطراف. في الأخير نجيب شوكة وندير خطوط. كإضافة تقدروا من الفوق ترشوه بالجرجلان أو الكاوكاو أو السكر ولا تخليوه عادي. وبعد ما نكملو ندخلوه للفرن اللي كنت شعلته مسبقا على 180 درجة مئوية. خليوه يتحمر من تحت
كي نشوف الحواف صفارو نشعلهم الفوق وكي يحمر نطفي عليه. بعد ما طاب الكروكون وهو سخون نقطعه. بالنسبة للناس اللي يحبوه طري يخليوه هاك برك، واللي يحبوه مقرمش يحمروه على الجوانب. وصفتنا هاليوم راهي واجدة معانا، كروكون ما شاء الله، يشهي وبنين روعة، ناجح 100%. إن شاء الله وصفتنا هاليوم تكون نالت إعجابكم، وجربوها وتخليونا آراءكم في التعليقات. دمتم أوفياء للقناة وفي رعاية الله وحفظه. مع السلامة.